مع مرور آخر المشتركين بيكون مروى الصباحي، سماح سنكري، تينا عبد الله، علي عبد المنعم، محمد علي ضمنوا انتقالهم للبرايم الخامس وانضموا للمشتركين الأربعة اللي تم اختيارهم بالبرايم الماضي. وهون بدي أشير إلى أنه الثنائي الفني يعتبروا مشترك واحد، 2-1. أما عدد اللي وضعتهم اللجنة بدائرة الخطر بالبرايم الثالث والرابع 7 مشتركين، ومنهم رح تختار اللجنة 3. رح نعطي اللجنة الوقت الكافي للتفكير والمداولات السريعة واتخاذ القرار الحاسم، وبعد البريك بنعلن النتيجة. البرايم الرابع، المشتركين الموجودين بدائرة الخطر على أعصابهم. بعد لحظات 3 منهم بيضحكوا من قلبهم، والبقية للأسف بينتهي مشوارهم بعد لحظات قليلة. خلينا نتذكر المشتركين السبعة اللي وضعتهم اللجنة بموقف حرج وتركت لهم باب الأمل مفتوح، وهيك بنعطي اللجنة مزيد من الوقت حتى يطلعوا بالقرار. 7 مشتركين وضعتهم لجنة التحكيم بدائرة الخطر. 3 كوميديين بينضموا للمتأهلين، و4 بيغادروا البرنامج. وال7 هن الثنائي محمد فؤاني وعلي منصور من لبنان، محمود تركي من مصر، شرب العون من لبنان، داليا سمير من مصر، سينتيا زيادة من لبنان، الثنائي عمر ومنة من مصر، وشارل حبيليني من لبنان. لحظات قليلة وبتحسم اللجنة خيارها، وبتحدد مين بيستاهل يكمل بالمنافسة وينتقل للبرايم الخامس. المشتركين السبعة اللي وضعتهم اللجنة على لائحة الانتظار موجودين على المسرح، وطبعا في بينهم ثنائيين بهاللحظات عندهم استحقاق مصيري. 3 بيبقوا وبينضموا لزملائهم وبينطلقوا سوا بالمرحلة الثالثة من البرنامج، و4 بيفلوا ومنقول لهم هارد لك. أنا رح أتوجه عند محمد هنيدي لأستلم النتيجة يلي توصلت لها اللجنة. شكراً. محمد هنيدي، اسمح لي اسألك، هل القرار كان صعب؟ أكيد كان صعب، لأن المواهب معظمها حلوة جدا جدا، وفي ناس اللحظة أثرت معاهم وإجهاد، وفي ناس كويسة جدا جدا، بس اللي تقدم قدام الناس وقدامنا ممكن يكون موفق أو غير موفق، في يعني كمية ملابسات غريبة الحقيقة. فأنا عايز أقول اللي هيبقى معانا إن شاء الله هيبقى أحسن وأحسن، واللي مش هيبقى معانا يعني مش نهاية المطاف، صدقوني أكيد. والله العظيم يعني أكيد يعني اليوم ده يعني مش لازم يفرق معاه قوي في حياته، ممكن يبقى أحسن من اللي نجحوا كمان. فمش عايز أي حد مش هيبقى موجود معانا يزعل خالص. الناس اتفرجت عليه وقالوا عليه كذا مرة كويس، ممكن يبقى قوي جدا في الحياة يعني. أكيد هيدي تجربة بالحياة بالزبط. وبيتعلموا منها واكسبوجر مثل ما حضرتك ذكرت. أنا بس بدي أقول للمشاهدين إنه المشتركين اللي واقفين بالخط الوراني هن المشتركين اللي شفناهم اليوم الليلة، والمشتركين القدام هن المشتركين يلي انوضعوا بدائرة الخطر الأسبوع الماضي. بالضبط. الأسامي معي ورح ابدا، يعني انا عم بدق قلبي، بتمنى لكم كل التوفيق لكم كلكم، وانا كمان بدي اقول جود لك للجميع. 9 كنتوا بتجننوا، والله يكون معكم يا رب. والله كلكم هايلين، بس هو زي ما قال محمد يعني ساعات قوي الواحد يبقى جاهز وساعتها في اللحظه الحظ يخونه. تنبدا. جود لك شباب. اول اسم رح اطلب منه يغادر المسرح هو أو هي
مين ما حالفوا الحظ ببرنامج ذا كوميدي نجم الكوميديا؟ للأسف بدي أطلب من سينتيا زيادة تغادرنا. تاني اسم من مصر أو من لبنان، شاب أو صبية، بيبقى أو بيغادر. تاني اسم بيبقى وبينتقل للبرايم الخامس، ومنقول له مبروك من قلبنا. هو أو هي قلوب المشتركين عم بتدق، ومنقول مبروك بصوت عالي لداليا سمير. مبروك انتقالك للمرحلة، خليكي معنا على المسرح. بقي معنا على المسرح 5 مشتركين، 5 ويا، بس أكيد الأقوى هو يلي بيبقى وبيتابع معنا بالبرنامج. الاسم يلي رح أذكره هلأ رح منودعه ونقول له شكراً على المشاركة، شكراً لأنه ضحكتنا، ولكن هيدي قوانين البرنامج. للأسف يا شرب العون بدنا نقول لك هارد لك، شكراً لك والمشوار أمامك طويل، بتمنى لك التوفيق أكيد. هيدا شرب اللي بيودعنا بزمور غير شكل. أما هلأ فرح أقول مبروك لمين؟ ثنائي أو شخص واحد؟ شخص واحد مزبوط. رح أقول مبروك لمحمود تركي. إذن محمود تركي مبسوط أكيد بالنتيجة ومأثر. لحتى نشوف هلأ لمين بدنا نقول هارد لك ولمين بدنا نقول له إنه بنتمنى له التوفيق بمشواره بحياته وبمهنته. للأسف رح نودع شار الحبليني. شكراً شار للمشاركة بذا كوميدي. بيبقى معنا ثنائيين مثل ما شايفين، منا وعمر من مصر، ومحمد وعلي من لبنان. ثنائي بيبقى وثنائي بيغادر. هل رح يبقوا الدكاترة أو الثنائي اللبناني؟ عمرو ومنى من مصر، محمد وعلي من لبنان. مصر أو لبنان، المهم the best comedians يبقوا معنا ويكملوا المشوار. اللجنة حسمت قرارها. بدي أقول ألف مبروك محمد فؤاني وعلي منصور.